تبدأ حكايتنا. شباب الخير هي فكره طلعت من مجموعه شباب كانوا جالسين قاعده بالقهوه، طلعوا احنا ليه ما بنعمل شيء لخدمه ابناء مجتمعنا في المخيم والجوار المخيم بنظر للظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كان عايش فيها المخيم. فهي انطلقت من 10 سنين، احنا هاي السنه التاسعه، في سنه وقفنا بسبب الكورونا. كانت الحمله بلشت من حمله من بيتك لبيت المحتاج، بناخذ الاكل من البيت، انت العائله بتطبخ، بناخذ الاكل خالص بنوديه لبيت المحتاج. رجعنا تطورنا صرنا احنا نطبخ بايدنا، بعدين رجعنا تطورنا صرنا احنا نجيب الاكل خالص ونوديه للعائله، هي بتطبخ حسب الحاجه وبتترك لثاني يوم، بتترك لثالث يوم، حسب عدد العائله هي بتطبخ وبتعمل للعائله. الخير آت مهما تقلبت الامور وتزلزلت عادت. على مستوى شباب الخير 4-5 لما كنا بعدنا مطبخ مركزي، كنت اشوف الشباب عم تشتغل عمل خيري، اخواتي الكبار كنا من الاوائل بهالحمله كانوا، فكنت مثل غيره، حفزتني هالغيره فوت مع شباب الخير كمطبخ. ومن بعد هيك صارت تنفيذ وصيه للشهيد السعيد امين شريف انه نضلنا على هالطريق ونتابع فيه. هسه بالنظر للوضع الاقتصادي بالبلد، فاكيد انت بتواجه صعوبات بانك انت كنت تجمع شيء مبالغ ماليه، هسه شيء مبالغ ثاني صرت تجمع اقل، فهذا بخليك انك انت تقلل نسبه العدد. يعني هذيك السنه كنا نوزع 75 عيله، اليوم احنا مبلشين ب 40، فانت عندك 35 عيله، يعني انت زي ما بتقول اجلت يوم او يومين. كل ما يكون في دعم مصاري اكثر، كل ما عم نوصل لبيوت اكثر، عم نوصل لبيوت بحاجه، بيوت متعففه اكثر. اليوم اغلب الحملات اللي عم تعمل هي عم تشمل بس غزه، احنا لا بالعكس، احنا عم نشمل المخيم والجوار وعم نشمل غزه.